اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد، ومش اي فيديو، ده واحد بقى من الفيديوهات اللي الواحد بيعملها كده وبعدها بيخوض معركه لا يعرف عنها احد لما تتكلم عن فيلم مصري، وخصوصا لو الفيلم المصري ده عامل اثاره جدل وكل الناس بتتكلم فيه وبقى مين ستريم والكل بيهاجم وبيشتم والتاني بيرد عليه وفي حرب. انا اتفرجت على فيلم الست، خلينا كده نكون يعني متفقين كده من الاول وزي الفل والقعده جميله وكل حاجه. لو انت متوقع ان انا في الفيديو ده هشتم حد او هطبل لحد فيعني انت هنا في مكان غلط. انا واحد اتفرج على الفيلم وجاي لك اقول رايي زي ما بنعمل في اي فيديو زي اي فيلم، مش عايز ادخل اي مواضيع جانبيه، بس الصراحه انا برضو عايز اتكلم على شويه مواضيع جانبيه لان هي كانت جزء من تجربه مشاهده الفيلم. اصل يا جماعه اقول لكم، احنا عندنا اي فيلم مصري بينزل انت مش بتروح تتفرج عليه في السينما بس وتقول رايك في الفيلم وخلاص، لا 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 لا، التجربه بتبدا من اول ما بيعلنوا ان في فيلم هيتعمل، من اول بقى تصريحات الناس اللي شغالين على الفيلم، بعدين ردود الناس، بعدين انت بقى تجربتك مع الفيلم نفسه، ولما تيجي بقى تقول رايك بعد الفيلم، لا هنا بقى بنخش في سيكول جديد خالص من التجربه دي. قبل ما نتكلم عن الحاجات اللي عجبتني في الفيلم، الحاجات اللي ما عجبتنيش، هل فعلا الفيلم يستحق كل الهجوم اللي حصل عليه ده؟ يا ريت ان انت تعمل لايك، تشترك في القناه لو دي اول مره تشوفني، وخلينا نبدا كده نتكلم على الفيلم. واظن ان انا هتكلم من غير حرق، لا يعني مين فينا ما يعرفش ايه اللي حصل لأم كلثوم، يعني الله يرحمها يعني، فاكيد يعني ده كده حرق ولا ايه؟ هل احنا اصلا كنا محتاجين نشوف فيلم بيتكلم عن قصه ام كلثوم مع ان اتعمل عليها اعمال كتير قبل كده؟ وانا بصراحه ما شفتلهاش اي حاجه قبل كده، لا شفت لها المسلسل ولا شفت لها اي افلام ولا اي حاجه، وحتى لو شفتهم فانا كنت شايف ان يتعمل عليها افلام ويتعمل عليها مسلسلات وكل مره بممثل مختلف. يعني احنا اصلا في العادي ما بنصدق يكون عندنا ناس اثرت في المجتمع واثرت في التاريخ عشان نعرف نتكلم عليها. مش هنفضل طول حياتنا عايشين في الافلام الرومانسيه والافلام الكوميديه، محتاجين شويه نبقى جد في السينما. ما هو انت برضو ما تقنعنيش، يبقى بقالنا سنين عمالين ننزل في افلام كوميديه وافلام رومانسيه، عمالين نحلب الجنرا. يا راجل الجنرا خلصت خلاص، خلصناها، قفلنا ملفاتها، بقاش في اي فكره كوميدي رومانس ممكن تتعمل تاني. فانت بقى تتضايق لما الجمهور تلاقيه مش فاهم ومش متقبل ومش مستوعب اصلا انت عايز تعمل فيلم سيره ذاتيه عن شخصيه اتعملت قبل كده، او الناس مش حاسه ان هي محتاجه تشوف فيلم عنه. وهنا دي كانت اول مشاكل الفيلم. قبل ما تشوف الفيلم ده مشكلتك مش هتكون مع فيلم الست، انت مشكلتك هتكون مع الحاجات اللي حوالين فيلم الست، كميه المقابلات، كميه التصريحات، كميه الحاجات الغير موفقه اللي بتتقال في وقت غلط. يا جماعه ما تعملوا فيلم، عملتوا فيلم سيبوه ينزل وشوفوا الناس هتقول ايه. انا دي مشكله بعاني منها بصراحه مع الافلام المصريه، وبحس ان احنا بنعمل فعلا افلام حلوه ولكن اللي بيبوظها هو كل الحاجات اللي بتحصل حوالين الفيلم. الفيلم بيبقى حلو بس كل حاجه حواليه مش حلوه. جماعه هذا مجرد فيلم وهذه مجرد سينما، مش لازم نقعد ندب في خناق بعض وفي الاخر بعد شهرين ثلاثه خلاص الموضوع بيتشل وكل واحد بيمشي في طريق والموضوع بيتنسى وما بيبقاش غير الفيلم. بالمناسبه يعني كده كده الفيلم بيبقى، وممكن بعد 5 سنين الناس تتفرج على فيلم وتقول ايه ده وقتها الفيلم ده كان جامد، بس احنا ازاي الناس ما قالتش عليه حلو؟ لو انت متابع يعني في هوليوود، فمن فتره سيدني سويني عملت حمله اعلانيه لامريكان ايجل، بناطيل جينز وكده، فايه يعني ايه العلاقه بين سيدني سويني وبناطيل الجينز وبين فيلم الست؟ الفكره كلها كانت في سلوجان الاعلان، سيدني سويني عندها جريت جينز، بس هم ما كانوش قصدهم على الجينز، هم كانوا بيتكلموا عن الجينز، الجينات، ان جينات سيدني سويني يعني. المهم يعني ان القصد كله من الموضوع ده ان هو دبل مينينج، فالناس ما فهمتش يعني انت عايز تقول يعني ان ما فيش غير سيدني سويني في امريكا كلها اللي عندها جريت جينز؟ طب والباقي التنوع بقى والاقليات كل دول ما عندهمش جينز وسيدني سويني بس اللي عندها؟ فده طبعا خلى الناس كلها تهاجم سيدني سويني. هي ما عملتش حاجه، مجرد ان هي بس شاركت في الاعلان. وبعدها كان في كذا فيلم لسيدني سويني بينزل في السينمات وتقريبا الثلاثه ما حققوش اي ارقام، ما كانش في اي اقبال، الناس ما كانتش حابه تروح، مع ان ما حدش شاف الافلام دي، ما حدش عارف هي حلوه ولا لا، ما حدش شاف المخرج، ما حدش شاف الكتاب، ما حدش شاف اي حاجه، بس الاقبال كان ضعيف. فده كده بيفكرني بحاجه حصلت اليومين دول وبتحصل دلوقتي ولسه مكمله معانا شويه حلوين في واحد من الافلام المصريه، فيلم الست، اللي بيحكي قصه ام كلثوم وبيروح لجوانب مختلفه في حياتها، مش بيركز على جانب واحد ولكن بيركز شويه على الجانب العاطفي، على الجانب النفسي لام كلثوم، وشويه على الجانب السياسي. مش عايز اقول لك ان الفيلم بيتعمق في اي حاجه من دول، لان دي بالنسبه لي بصراحه كانت اكتر شيء انا مستنيه، ان انا عايز اكستريم الجانب النفسي، اكستريم الجانب السياسي، حتى لو كان الفيلم هيطول ولكن انا عايز اخوض التجربه كامله. بما ان اي حد في جين زي دلوقتي مش هيكون عنده معلومات
كبيره عن ام كلثوم، فكل المعلومات هتكون من فيلم الست. عندنا كاست خرافي في الفيلم، يعني نجوم جيل كامل اتجمعوا في فيلم. بس مين بقى الشخصيه الاهم واللي هيتبنى عليها كل الاراء عن الفيلم ده؟ منى زكي بتقدم ام كلثوم، وزي ما انتم شايفين يعني مش محتاج اقول لكم ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل، وفي ضرب نار، وممكن في الكومنتات على الفيديو ده افصل كل حاجه انا سمعتها وقريتها واخش اشوف فيلم. وبصراحه يا جماعه انا ما كنتش متوقع ان انا هاجي اقول لكم كده، بس الفيلم حلو. بنبدأ مع الأحداث وبنشوف أم كلثوم من أول مرحلة عمرية لحد الوقت اللي وصلت فيه كده للبرايم بتاعها وأعلى نقطة في حياتها. كل ده بيكون بتسلسل مسلي ممتع، مفيش فيه زهق، ما تحسش إن أنت تايه، أنت فاهم كل حاجة. بس في مشكلة في النقطة دي، إن إحنا حرفيا بناخد من كل حاجة حاجة، من كل مرحلة عمرية بناخد حتة، بناخد حدث، يعني زي قطرة كده بتنزل لك نقطة. لو هتظهر لي شخصية كان ليها علاقة مع ام كلثوم، فانا عايز اعرف العلاقه دي من اولها لاخرها، ايه اللي حصل، ازاي اتقابلوا، ازاي اتعرفوا على بعض، ازاي العلاقه اتطورت، وازاي انتهت، وبعد ما انتهت الشخص التاني ده حصل له ايه وراح فين. لكن اللي كان بيحصل في الفيلم ان احنا كنا بنتخلص من بعض الشخصيات بطريقه انا مش فاهمها. انا مش فاهم الشخصيات دي بعد اللي حصل. الشابتر بتاع علاقتهم مع ام كلثوم انتهى، طب هم راحوا فين؟ هل اختفوا خلاص ما بقاش ليهم تاثير خالص في العالم ولا ايه؟ ده غير طبعا ان احنا عندنا الجانب العاطفي، ويمكن ده كان اكتر حاجه في الفيلم، وهي كميه الناس اللي بيقعوا في حب ام كلثوم. يعني انا فاهم بصراحه ان الصوت بيبقى نقطه ضعف، بس احنا ما شفناش اي شخصيه ما عدا محمد فراج اللي عامل دور الشاعر احمد رامي. ده بالنسبه لي من افضل شخصيات الفيلم، هو من اكتر الشخصيات اللي ظهرت من اول الفيلم لحد الاخر، واكتر شخصيه ليها حوارات واراء وتاثير مباشر على ام كلثوم والقرارات اللي كانت بتتعمل. لكن باقي الشخصيات مثلا زي الاصابجي حسيت ان احنا كنا ممكن نتعمق فيهم اكتر، يبقى عندنا ماتيريال حلوه زي دي، بس نركز بس على ام كلثوم. طيب الشخصيات التانية؟ وبعيدا عن الاختيار ده، فمن اكتر الحاجات اللي كانت ممتعه وممكن تبسطك قوي وانت بتتفرج هو الساوند ديزاين في اول الفيلم او في نص الفيلم الاول. اغاني ام كلثوم اللي بتشتغل في اجزاء معينه من حياتها، واللي عجبني قوي ان الاغاني كانت بتشتغل في الوقت الصح. يعني في حاجه حصلت فالاغنيه اشتغلت، فبتفهم ان الاغنيه دي كتبت بسبب اللي حصل ده، فبتبدا ان انت تربط الحاجات ببعض، وبتطلع في الاخر بتجربه ودانك كده بترقص. بس بعد كده لما الموضوع بيتكرر، وخصوصا ان الفيلم تقريبا ساعتين ونص ويمكن اكتر، فانت بتيجي في اخر نص ساعه خلاص راسي وجعتني بصراحه. بس ده ما يمنعش ان انت بتاخد واحده من اجمد التجارب الصوتيه اللي ممكن تعيشها في السينما، خصوصا في الافلام المصريه. من الحاجات السحريه في الفيلم ده وهي ان انت حرفيا طول الساعتين ونص ما بتحسش ان انت زهقت، ما بتحسش ان انت تعبت، ان انت شبعت من ام كلثوم. والسبب في ده طبعا مروان حامد اللي عمل لك كده ماستر كلاس في الفيلم ده ازاي تحكي قصه. انا ما عنديش اي مشكله في سرد الاحداث خالص، بالعكس الفيلم كان متاثر شويه باوبنهايمر، شفنا جزء كبير من قصه وحياه ام كلثوم كانت بالابيض والاسود، وده بيخليك كده بكل سهوله مش محتاج ان انت تفكر كتير، بتفهم ده كان بيحصل في سنه كام، وهنا بنرجع للمستقبل، وهنا بنرجع تاني للماضي. وطول الفيلم عمالين نتنقل، نرجع قدام ونطلع ورا، وعمالين بقى نروح ونيجي. وطبعا بما ان الفيلم ده من التارجت اودينس بتوعه هما جين زي، فانت لازم تعمل كده، انت لازم تقعد الناس في السينما والناس ما تزهق. مش معقوله يعني يبقى الناس اصلا بتتفرج على ريلز وخلاص، ما بقتش تتفرج على فيديوهات طويله، وتيجي انت تعمل فيلم سيره ذاتيه اولد سكول، تحكي بقى القصه من وهي طفله وتفضل معاها ونفضل نتفرج لحد ما تكبر. المدرسه دي دلوقتي لو اتعملت مهما كان المخرج، مهما اي حد حاول يعملها، حتى لو في هوليوود، فهتفشل. الناس ما بقاش عندها قابليه لمشاهده محتوى طويل من غير ما يكون فعلا كل شويه بيسحبك، كل شويه بيشدك، كل شويه بيحط لك حدث مثير للجدل في قصه ام كلثوم. فدي حاجه من اكتر الحاجات اللي انا قعدت قدامها وقلت كده دي اكتر حاجه عبقريه اتعملت في الفيلم ده. وانا زي ما بقول لكم انا مش جاي ادافع عن حد ولا جاي اطبل لحد، انا شفت الفيلم وبقول لكم رايي بصراحه، الحاجات اللي فعلا عجبتني وشفت ان هي كانت مثاليه، والحاجات اللي حسيت ان هي كان ممكن يعني نبعد عنها ونتجنب المشاكل اللي هتيجي من وراها. بالنسبه للاداءات التمثيليه، فاظن يعني ان اكيد الواحد لازم يتكلم على اداء منى زكي، لان دي كانت اكتر حاجه من ساعه ما التريلر نزل، والناس حرفيا مش مختلفه يا جدعان، الناس كانت بتضرب بعض، الناس كانت بتطحن بعض على الفيلم. خلينا نتكلم في جزئيه معينه، لو انت عندك مشكله مع ممثل، سواء مشكله اخلاقيه، سواء مشكله في افلامه اللي قبل كده او مسلسلات، مهما عمل، مهما قدم لك اداء خرافي، انت مش هتقتنع، فما تشوفش الفيلم، ريح نفسك وريح اعصابك والله، واعمل لك واحد ليمون وظبط حياتك وعيش حياتك واتبسط.
ليه تشغل بالك وليه تضيع وقتك في حاجه انت بجد مش مهتم فيها؟ يعني انا مثلا لو في حاجه مش مهتم بيها ببعد عنها بصراحه، مش بتكلم عنها خالص، لا مهتم اقول رايي ولا عايز ابدي باعجابي ولا اي حاجه. بس لو انت شايف ان في مشكله في الشبه بين منى زكي فممكن اقول لك عندك حق بصراحه. انا شفت ان الشكل مختلف طبعا عن ام كلثوم، ولكن صعب جدا ان انت تلاقي حد دلوقتي بنفس الشكل يقدر ان هو يطلع نفس الاداء التمثيلي اللي طلعته منى زكي في فيلم الست. بصراحه يعني يا جدعان انا مش عارف، انا لازم اقول كده. ما هو انا شفت اداء من منى زكي حلو، مش عايز اقول ان هو مثالي، مش عايز اقول ان انا شفت روح ام كلثوم حضرت على الشاشه والدراما دي، بس انا ما كنتش متضايق خالص. بالعكس في مشاهد شفت ان منى زكي فاجئتني وعملت اداء ما كنتش متوقعه خالص. يمكن المكياج كان باين غريب شويه وده شفناه من اول ما التريلر نزل، وانا كان عندي مشكله مع التريلر بصراحه ان هو ما كانش بيحكي حاجه خالص. كنا بنشوف تريلر حلو، في لقطات حلوه، في صوره جميله، بس انا مش فاهم طيب الفيلم هيتكلم عن ايه بقى. وعشان كده لما دخلت الفيلم كنت حابب ان التريلر يبقى مفهم احنا هنتكلم على ايه. بس بما ان الفيلم نزل فخلاص التريلر ما بقاش مهم. يعني انت لو حابب ان انت تاخد التجربه روح اتفرج على الفيلم وقول رايك. وبصراحه بالنسبه لي انا شايف فيلم الست واحد من افضل الافلام اللي اتعملت في اخر كام سنه. هتقول انت بتبالغ، هقول لك انت عاجبك طيب الافلام اللي بتنزل؟ قول لي تيل مي انت عاجبك حالك، انت عاجبك الافلام الرومانسي الكوميدي اللي بننزلها دي؟ يا جماعه ده احنا اترسنا افلام رومانسيه كوميديه، اخيرا بقى بنجرب حاجات وبنعمل افلام سير ذاتيه وعمالين نروح ونيجي. فسيبونا بقى. لو شايف ان الفيلم كارثه للدرجه دي قول رايك، بس مش لازم ان انت تقول لا ما تعملوش. انا ضد ان حد ما يعملش. ليه ما نعملش؟ لا نعمل، ممكن تطلع حلوه حتى لو طلعت وحشه. فهي بالنسبه لي بصراحه يا جماعه هتبقى ارحم من الافلام اللي بتتعمل. على الاقل ده فيلم ما نقدرش ان احنا نصنفه 100% تجاري، لا فيلم فني حلو، فيلم فيه حاجه مهمه، بيحكي قصه فعلا، والمهم ان هو بيأثر في جيل كامل. هيعرف مين هي ام كلثوم، هيعرف مين الشخصيه وليه كل الناس دي بتحبها، ليه كل الناس دي بتسمعها. تأثيرها مش بس مجرد ان هي مطربة بتعمل اغاني حلوة والناس مبسوطة، لا الموضوع معقد اكتر من كده بكتير. انا ما كنتش اعرف معلومة ان ام كلثوم هي اول ست تكتب مقالات في مصر، وان دي كانت طفرة وقتها. ما كنتش اعرف، في ناس كتير قوي كده. شوف بقى الجيل اللي بعدي هيبقى مش عارف مين هي ام كلثوم اصلا. فايوه انا اتبسطت في فيلم الست وحاسس ان انا شفت تجربة مختلفة، ما حسيتش ان انا بتفرج على فيلم مصري زي اي فيلم مصري في السينما. فلو انت اتفرجت عليه قول لي رايك تحت في الكومنتات، ولو انت هتعمل خناقة فاعمل خناقة، بس مش لازم يعني تتهم حد بحاجه. قول رايك في الفيلم بكل بساطه، الموضوع جدا 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 بسيط. شكرا ان انت اتفرجت على حد هنا. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، تشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده. عايزين بقى نوصل 200,000 سبسكرايب. القناه صدرها ولعت في ال 195 بقى لي فيهم تقريبا سنه ونص. وبس كده، نتقابل في فيديو جديد وفيلم مختلف او ايا كان. مع السلامه.